السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، بنرحب بيكم وبنرحب بفضيلة الشيخ اللي مشرفنا في الاستوديو النهارده، فضيلة الشيخ محمد توفيق من علماء الأزهر الشريف. أهلا يا فندم، مشرفنا. أهلا بيكي وأهلا بالسادة المشاهدين، وأرجو من الله العلي القدير أن يبارك لنا في شعبان كما بارك لنا في رجب، وأن يبلغنا جميعا رمضان ونحن جميعا بكامل الصحة والعافية والأمن والإيمان والاطمئنان، وأن يجمع شمل جميع العرب مسلمين وغير مسلمين، لأن الوطن للجميع والدين والعقيدة لله، وهذا بائن في أخلاق رسول الله الذي نبدأ بالصلاة والسلام عليه، فهو وحده كامل الأخلاق الذي ملأ الله عيناه بجماله وقلبه بجلاله، وأمرنا جميعا أن نصلي دائما عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. كل عام وحضرتك طيب. غدا أول أيام شهر شعبان. نعم. فضل شهر شعبان هل بيأتي من أنه التمهيد والتهيئة للشهر العظيم شهر رمضان؟ نعم. أم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في غفلة بين نعم. شهر رجب وشهر رمضان؟ نعم. من أين يأتي فضل شهر شعبان اللي بيغفله الجميع؟ نعم. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عبارتين معروفين قوي. لما اتكلم عن رجب اتكلم عن رجب، شعبان، رمضان، جمع في الكل، والتخصيص في الفضل، فضل كذا فضل كذا فضل كذا، يبقى الفضل يخص الزمان. نعم. أما البركة تعم الجميع، والرفعة في الأزمنة، لأن الأزمنة زي ما بنقول الله تبارك وتعالى اصطفى من الملائكة رسل ومن البشر، اصطفى أيضا من مخلوقاته لا نعلم، وهناك ما نعلم من مخلوقات الله تبارك وتعالى الزمان، فاصطفى منه يوم الجمعة، اصطفى منه يوم عرفة. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع في الفضل فيه يوم عاشوراء مثلا، حاجات زي كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفع في الفضل بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة في فضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل فيه بفضل من الله تبارك وتعالى بلاغ أن فيه ساعة إجابة يوم الجمعة. إذن التفضيل دون نفحات من عند الله تبارك وتعالى. من ضمن النفحات في الفرح بقى مش حكاية التعبد وبس، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإيه بقى؟ كل ما لا يخالف أمر الله ويبقى عرفا بين خلق الله. زي إيه؟ بحتفل بكذا، بحتفل بكذا، حاجات مناسبات شخصية. ما بقولكش احبس نفسك، يبقى ساعة ما أقول له احتفل بس ما تغضبش ربنا، انبسط. الله، يعني مش لازم اقعد اعيط على طول وماسك القرآن وقاعد اتعبد في شعبان وفي رجب وفي رمضان وفي قبليهم وبعديهم والكلام ده كله. انا اقول لك ربنا هو الذي ابكى واضحك وابكى. نعم. ربنا سبحانه وتعالى. يبقى لما اقول ربنا اضحك، اضحك يبقى هو الفاعل. مين المفعول به؟ انا. يبقى ضحكني، بسطني. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كتير إن الله تعجب من صنيعكما، إن الله ضحك لصنيعتكم، لصنعكما، زوج وزوجة أو واحد وواحد. إذن الضحك معناه أن الله له فم وضحك وإحساسه، لا، ده مراد الرضا. المراد فيه الرضا. الله رضي عن ذلك. يعني تعبير عن الرضا. رضا. عشان الإنسان عندما يرضى يضحك. طب ورضا إيه كمان؟ خدي بال حضرتك هنا. نعم. الدرجات اهي: رضا، رحمة،
عطاء، شمول. رضا، رحمة، عطاء. رضا، رحمة، عطاء، شمول. شمول. كيف؟ الأول رضا الله، وبعدين يعطي الله من فضله برضاه، وبعدين يرحم من يشاء دنيا وآخرة فيعطيه الجنة، آمين يا رب. وبعدين يشمله بالنظر إلى وجهه الكريم. نعم. درجات. مش كده برضه؟ جميل. عظيم جميل أوي. عظيم. يبقى لما نيجي نقول الأزمنة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يبقى هنا شمل الثلاثة. طيب نيجي بقى في التفضيل، ده دعاء، أنا عايز التفضيل. يقول رجب شهر الله لأنه من الأشهر الحرم. نعم. عظيم قوي. طب ليه من الأشهر الحرم؟ في الإسراء والمعراج ده بيميزه أيضا؟ ما يديش في رجب إنه يكون شهر من الأشهر الحرم. طب ليه من الأشهر الحرم؟ ولكن الله تبارك وتعالى جعل شهر رجب من الأشهر الحرم حتى يمنع الاعتداء بين القبائل كل على الآخر. نعم. طيب وإيه كمان؟ يمنع الاعتداء، يعني في هذه الأوقات لا يوجد اعتداء، مفروض لا يوجد عنف، لا يوجد أي نوع من أنواع في شهر رجب احنا بنراه في هذا الوقت. ولذلك كانوا يسموه إيه حضرتك؟ كانوا يسموه إيه؟ شهر الله الأصم. الأصم يعني الذي لا يسمع فيه صوت السيف. نعم. في القتال زمان ما كانش زي دلوقتي، يعني زمان يقولوا ايه ده كان كل حاجه بالسيف وكل حاجه مش عارف. يا سيدي بالراحه عليا شويه، ما انت كل حاجه دلوقتي بقت مش عارف مين يغتال مين ومين يعني قتل مين ومين. اول امبارح سبحان الله العلي العظيم. ويقتلون الناس بغير علم ويقتلون الناس بظلم والحاد مش ممكن. نعم. مش ممكن. ربنا سبحانه يعني حضرتك لما يعني لو تفضلتي وحطيتي قدامي ضيافة وقلت لي اتفضل، أذنتي لي، هل معنى كده إن أنا بأدمر الضيافة اللي أنت سمحتي لي عليها، ولا بتعامل معها بالحسنى إني آكل طاقتي وأترك الباقي؟ نعم. عظيم. يبقى على حسب الحاجة ولا بزيادة؟ حسب الحاجة. حسب الحاجة. يبقى ربنا لما يقول وقاتلوا، أنا هقف عند كلمة هي بس، وقاتلوا عشان بنتكلم في شهر الله الأصم. نعم. وقاتلوا، يبقى آجي أقول له وقاتلوا، التفسير بتاعها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ولا تعتدوا. نعم. يبقى لما يجي واحد يقول لي ربنا أذن لي إن أقتل مش عارف مين عشان أنا شايف فيه إيه، أقول له ربنا ما عطاش ده لرسول الله. نستغفر الله العظيم. شوف ربنا ما عطاش ده لمين؟ نعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان الكلام ما يودناش في موضوع تاني، احنا عايزين نرجع لإيه؟ لشهر الله الحرام اللي هو شهر رجب. السر فيه أن الله جعل الشهر من الأشهر الحرم المكرمة العزيزة التي لها مكانة مخصوصة عند الله، لأن فيه حمل رسول الله. بداية إيه؟ الحمل. لأن في أول بعد 9 شهور بص حضرتك كان الميلاد والنور. يوم 1 رجب سيدنا عبد الله بن عبد المطلب، وانا لما بقول سيدنا لان ربنا بيقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو مات والرسول في بطن امه. يبقى امره الى الله واكراما لرسول الله. نعم. وامه كذلك. سيدنا عبد الله اتجوز بالسيده امنه بنت وهب في 1 رجب. ادي نمره 1. قعد معاها اسبوعين. يوم 12 قبل الاسبوعين ما يخلصوا ب3 ايام، يوم 12 حملت برسول الله. بعد اسبوعين نادوا عليه للخروج بقى اللي هي الرحله اللي توفى فيها خلاص. يبقى بدايه الحمل. ولذلك يقولوا ايه؟ يا آمنة سعدك وجب لما حملتي في رجب. السعد كله بقى اهو اللي هو بحمل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني شهر رجب بداية الخير للخليقة بالظبط. كده ادي البداية. خدي بال حضرتك، احنا بنقول البداية الزواج، 12 الحمل.
نيجي بقى في آخر الشهر إقفاله، اللي هو مش حكاية الإسراء والمعراج بس. الإسراء والمعراج في حد ذاتها بيقولوا رحلة فيها إعجاز، انتقال سريع لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض، نعم، بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ثم الإعراج به إلى السماوات العلى إلى ما بعد سدرة المنتهى. أقول له حاسب، لحد كده أنت بتوصف القشرة الخارجية للرحلة، لكن لما أجي أقول لك شهر الله الحرام جعله الله شهرا له لأنه بإرادته فعل في رحلة هذه أمرين. الأمر الأول أنه حول رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفة البشرية إلى الصفة الملائكية، وبعدين حوله المرة الثانية من الصفة الملائكية إلى الصفة الربانية التي يتحمل فيها الأنوار الذاتية. لا إله إلا الله. طب حصل إزاي الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى حضرتك لما نقرأ في القرآن نقول إيه؟ سيروا في الأرض. خلينا بس في جملة واحدة. سيروا في تدل على الارتفاع ولا البينية؟ البينية فيها في الأرض. طب احنا كده في الأرض ولا على الأرض؟ على الأرض. عظيم. الواضح بتاعنا بيقول إن احنا على الأرض. نعم. لكن لما أجي أحقق أقول احنا في داخل الأرض. إزاي الكلام ده؟ طب العلماء مش قالوا لنا في العصر الحديث بتاعنا ربنا قال لنا سنريكم آياتنا في إيه؟ في الآفاق وفي إيه؟ أنفسكم حتى يتبين لكم أنه الحق. نعم. في الآفاق فين؟ أما خرجوا بره الفضاء بقى قالوا الأرض ليها إيه؟ غلاف. غلاف جوي. يعني في الغلاف الجوي ده يشمل جميع الغازات والمكونات، حتى نهاية الجاذبية الأرضية مثلا، الهالة التي تحيط بإيه؟ بالأرض. منها إيه؟ أهم عنصر لنا إحنا حتى وللأحياء المائية، الهواء، الأكسجين. يبقى ما هو ده بيستعملوا العنصر البري والبحري. البحري بياخد الميه ياخد منها الاكسجين ويطردها تاني. احنا بناخد الغازات كلها، بناخد الاكسجين ونطرد ثاني اكسيد الكربون زي ما علمونا يعني. نعم. خلاص كده. نعم. عظيم قوي. لما نيجي نقول الله جعل لنا بحرا من الغازات الجافه اللي بنستنشقها دي، الهواء، الاكسجين عايشين فيها. وجعل للبحريات البحار والمحيطات يعيشون نعم. سبحان فيها. الله. طالما فيها يبقى يقول لنا سيروا فيها. ما يقولناش عليها. عليها يبقى خرجنا بره الارض والغلاف والجاذبيه انتهت بالنسبه لنا. وبره الغلاف كما قال العلماء لا نرى سماء ولا نرى غيرها، لا نرى الا ظلام. ولذلك الكفار لما وصفوهم من لو صعدوا الى السماء لقالوا ايه؟ سكرت ابصارنا. سكرت أبصارنا، يعني اتعمينا، زاغت، ما بقيناش شايفين، اتعمينا سواد. ولذلك بيقولوا احنا شايفين هنا السماء لونها أزرق، لكن لما بيطلعوا في الفضاء بيقولوا ما بنشوفش السماء أصلا، احنا بنشوف ظلام. ظلام في كل مكان. خلاص انتهى التقدير الإلهي. نعم. للإنسان. نعم. طب لما بيخرجوا بيتعايشوا زي كده ولا بياخدوا الاكسجين وبتاع، واللي يخرج على الاكسجين او حيز الاكسجين اللي معاه يتخنق؟ ده لازم الزود اللي معاهم من الاكسجين وانابيب الاكسجين. عظيم. طب نعم. سيدنا النبي خد اكسجين؟ لا. قدرة الله سبحانه وتعالى. طب الملائكه بتحتاج لاكسجين؟ لا. طيب بيلبسوا بدل الفضاء. العلم بقى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. عظيم. نعم. طب بيلبسوا بدل الفضاء ليه؟ عشان الضغط. مش كده؟ نعم أكيد. طب سيدنا النبي لبس بدلة فضاء ولا حاجة؟ لا. ما لبس. أمال إيه اللي حصل؟ تحول من الحالة البشرية إلى الحالة الملائكية التي لا تحتاج إلى سبب لأنه في ضيافة المسبب. عليه أفضل الصلاة والسلام. يبقى ربنا رفعه. نعم. كالملائكة إلى نعم. السماء. طيب السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، سدرة المنتهى. توقف سيدنا جبريل. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا جبريل أهنا يترك الخليل خليله؟
يقول لا، ولكن لكل منا مقام معلوم، إذا تقدمت أنت اخترقت، وإذا تقدمت أنا احترقت. سبحان الله. هيتحرق من إيه؟ من الأنوار الذاتية لله تبارك وتعالى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة تقول له إيه؟ أرأيت ربك يا رسول الله؟ يقول لها يا عائشة نور أنا أرى. فهنا قالوا طب كان بيشوف إزاي؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف بكل جسده. بكل جسده؟ بكل جسده، يعني ليس بالعين فقط. ده الدليل اهو بقى. في الرحلة دي لا في طبيعته. شوف ورا زي ما يشوف قدام. طب ليه عينين هنا؟ فين؟ عينه هي عين الله. يبقى الرؤية بالعلم نعم مش بالحس. ونعم بالله. فكان يقول للصحابة ايه؟ يقف في الصلاة يقول لهم لا تسبقوا الإمام ولا تتساووا معه، سبقه حرام والتساوي معه مكروه، استقيموا واستووا ولا ترفعوا رؤوسكم عند الرفع من الركوع، فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. نعم. هو يبقى ده باين اهو. نعم. نعم. هو عموما احنا طبعا لسه النهارده في شهر رجب وفي نور ونفحات شهر رجب. احنا داخلين هنخش بقى على شعبان اهو. احنا لسه بنتكلم ليه ده شهر الله الأصم اللي هنخش منه على شعبان. وليه ده فيه الرحلة دي. فيحوله الله من الحالة الملائكية إلى الحالة الربانية. مش يبقى رب، لا، حالة يتحمل فيها الأنوار الذاتية. لا يحترق. يرى لا يحترق. خلاص. ولذلك يقولوا سيدنا موسى لما ربنا كلمه من الجانب الأيمن من طور سيناء، الله هو كتر في الكلام ليه؟ واحد يقول لك لا أصله لما عرف إن بيتكلم ربنا. لا، ده لما عرف إن الكلام داخل جسمه من كل جسمه مش من ودانه بس. نعم. الكلام وجاي له من كل اتجاه. ده الدليل. أنا بسمع حضرتك دلوقتي أهو، عارف اتجاهك. لما حد صوت يحصل يمين شمال بتلفت. ليه؟ بروح على اتجاه الصوت. نعم. طب سيدنا موسى راح على أي اتجاه؟ الله لا يحتويه مكان ولا يؤثر فيه زمان وليس كما يوصف في أي مكان، إنما هو يحيط علمه بالمكان والزمان، وإذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. سبحانه وتعالى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دي الرحلة المباركة يفرض على الأمة. مش هقول الصلاة، لا، يفرض على الأمة من خلال رسول الله الصلة بالله. هي الصلاة هي الصلة. شوف أنا بقولها إيه؟ الصلة. لا، ما أنا هقول لحضرتك أنا قلت الصلة ليه. أستأذن حضرتك. معانا تليفون الأستاذ محمد، اتفضل. الو، السلام عليكم يا استاذ محمد، اتفضل. طب حاول تتصل بينا مره اخرى، اتفضل حضرتك. مش هقول الصلاه. الصلاه ركن تعبدي. نعم. الصلاه اقول طب ما هي اللي اتفرضت الصلاه، اقول ما هي الصلاه بتنهى المصلي عن الفحشاء والمنكر والبغي. نعم. من لم تنهي صلاته عن كل ما يغضب الله فلا صلاة له. فلا صلاة له. نعم. طيب أنا لما انتهي الصلاة اللي نهتني ولا صلتي بالله اللي نهتني؟ صلتي بالله. ليه؟ والذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. يبقى صلتي بالله الخشوع. كيف أصل إلى درجة الخشوع بصلتي لله؟ عندما أدخل في الصلاة التي فرضها الله كونها تعبد لله تبارك وتعالى. هو في شهر شعبان تغيير القبلة. تنتهي هذه المواقف في رجب. نعم. يبدأ بعدها الدخول على شهر شعبان. شعبان. نعم. الطريق المستقيم الذي يربط بين نقطتين أولها رجب وآخرها الدخول من باب رمضان إلى جنات الرحمن، باب الريان.
فلما اجي بقى في الطريق المستقيم انا رايح اهو على زمن هتمنى فيه من الله ما اتمنى، اروح له بكل عطب ولا بكل نظافه؟ كل نظافة. اروح له بكل ايمان ويقين واخلاق ولا عكس ذلك؟ كل يقين. عظيم. شاء يقين الله. اخلاق معاملات. يبقى هنا ينبثق مني خير ولا شر؟ بمشيئة الرحمن خير إن شاء الله. لشخص بعينه ولا على العموم؟ لا، على العموم. يبقى يتشعب ولا يتجمع؟ يتشعب. ومن هنا قال العلماء شعبان يتشعب منه الخير. مسمى شعبان من هنا. يتشعب منه الخير خير. في نفوس الناس. 1. 2. أعطى الله الإكرام والإجلال زيادة وفضلا في قلوب المؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل كانت وسلم وبارك على في سيدنا شهر محمد. شعبان. ولذلك قال رجب شهر مين؟ شهر الله. التقديرات اللي اتكلمنا فيها كانت بتاعت مين؟ بتاعت الله. كل حاجة بقدر الله، ولكن موقوف هنا. أما في شعبان فهو شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ علشان نزلت عليه الآية دي؟ لا، ده لأن كمان ربنا سبحانه شهر شعبان شهر رسول الله طبعاً. صلى الله عليه وسلم. طبعا رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي. طيب شهر الله لأنه شهر من الأشهر الحرم الذي قال الله فيه، ده رجب الله فيه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يبقى تنبيه وبيان أن هذا من حرماتي، فمن فعل فيه الخير أسبته ثوابا عظيما، ومن تحداني بالشر فمرجعه إلي. نعم. خلاص، لا مفر من لقاء مين؟ من لقاء الله. لا. أما شعبان فشعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه؟ عشان نزلت عليه الآية؟ ممكن، لكن اللي أكتر من كده تحويل القبلة زي ما سيادتك تفضلتي وقلتي. نعم. تحويل القبلة ده إيه؟ مش أي اتجاه وأي مكان واجب وصحيح لقول الله تبارك وتعالى. نعم. فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم. خلاص ما عليهاش خلاف. وربنا سبحانه وتعالى لما يقول إيه؟ الله أحاط بكل شيء. في ناس تقول إيه؟ أحاط بكل شيء علما، يبقى هو في جهة واحدة. لا، ده الأفكى بقى والأعلى يقول هل أنت حضرتك في معية الله؟ ربنا يجعلنا في معية الله دائما يا رب. الله ينور عليك. يبقى ساعة ما نقول احنا في زي ما قلنا في الأرض في معية الله، يبقى في داخل محيط الله تعبدا ورضا لننال منه الرضا. نعم. ولذلك يقول له سيدنا أبو بكر، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ الله يبلغك السلام، يقرئك السلام ويقول لك هل أنت راض عن الله؟ ده السؤال جاي من عند الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. هل أنت راض عن الله؟ فسيدنا أبو بكر من أدبه وتأدبه على مأدبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصديق يقول وكيف لا أرضى عن الله وأنا بتمنى رضاه. بتمنى رضاه طبعا. إزاي ما رضاش عنه؟ يبقى أنا لما أكون في معيته معيته لنيل الرضا والرحمة. اللهم ارزقنا جميعا يا رب رضا الله. آمين. نعود مرة أخرى لكيف ننال رضا الله في هذا الشهر الكريم شهر شعبان إن شاء الله بعد الفاصل. سمعنا هذا الدعاء الجميل العظيم من فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله. كنا بنرحب بفضيلة الشيخ اللي مشرفنا في الاستوديو، فضيلة الشيخ محمد توفيق. كنا مع
كيف ننال رضا الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان؟ شهر شعبان اللي سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام قال ان هو معظم الناس بتغفل فضله بين رجب ورمضان. نعم. هذا الفضل الكريم في هذا الشهر الكريم، هل هو تهيئه زي ما حضرتك بتقول لما يكون في ماتش كوره مهم، المنتخب نعم. هيلعب ماتش مهم جدا، نعم. بيبقى فيه معسكر وفي تهيئه، نعم. فما بال حضرتك ما هو اعظم من ذلك بكثير، شهر رمضان اللي اوله رحمه واوسطه مغفره واخره عتق من النار. ده كيف تكون التهيئه؟ على رأي حضرتك ده ماتش كبير قوي. ماتش كبير قوي، والكلمة مش واخدها ارتجالا. نعم. لا والله، ده ماتش وفيه البديهية والسرعة كمان. مش ماتش كده حبي، فيه بديهية وسرعة. نعم. ازاي الكلام ده بقى؟ اما اجي اقول الرضا من الله، لا يرضى الله عن العبد إلا إذا كان العبد راضيا عن الله. ما إيه معنى راضي عن الله؟ مفيش سخط على يعني على أنا راضي بكل ما قدر الله، ولا سخط على ما إزاي نعيشه. طب أرضى؟ أنا بسأل نفسي أهو، إزاي أرضى؟ خليني أنا مشاهد قدام التلفزيون بقول طب إزاي أرضى؟ أقول له إزاي ترضى عن الله؟ أنت عندما ولدت من بطن أمك جبت حاجة معك؟ لا. عندما تعود إلى الآخرة من الماديات في إيدك كده هتاخد حاجة معك؟ الأعمال فقط. من الذي أعطاك؟ الله سبحانه وتعالى. عظيم. يبقى حقق في نفسك قول الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا من الله وإلى الله. فكل ما ذكر سالفا في الآية هو من الله. إذا من الله يعني المالك له والمتصرف فيه استسلاما وتسليما مني له هو الله. خيره وشره الاثنين. وكله خير. ولذلك ما كان لمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نعم. ولذلك إذا خيروا المؤمن لا يختار ويترك الخير لمن؟ لله. فاختار الله ظاهره شر وباطنه رحمة. الباطن معلموش. فأرضى بما قدر الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. نعم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: ذلك تقدير العزيز العليم. ما قالش العزيز الحكيم، ما قالش العزيز السميع، ما قالش العزيز البصير، قال العزيز العليم. عزيز في تقديره لا يحتاج إلى أن يجعل الشر هو عنوان إرادته، بل جعل الخير لأنه هو الغني عن العالمين. وعليم بما لم نعلم فقدر لنا الخير حيث هو يعلم، فقال: ذلك تقدير العزيز العليم. نعم. سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كان من أكثر الشهور التي يصوم فيها شهر شعبان. نعم. يمكن أكثر من رجب. طبعا الشهر الكامل الوحيد رمضان. وسام شعبان شهرا كاملا. ولكن المأخوذ فيما عدا اليوم الأخير كاملا وصلا. ولكن المأخوذ والمشهور عن أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان يصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يفطر حتى نقول أنه لا يصوم. إذن معناها إيه دوان؟ جعل لي حرية الاختيار. نعم. أن أصوم أو أن أفطر فيما معناه. هل الصيام في شهر شعبان بالتحديد كان يكثر منه الصيام تمهيدا وتهيئة لرمضان؟ لا.
لا هنا بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ترفع الأعمال. إذا انتصف رمضان فلا يصومن أحدكم إلا رجل كان يصوم صومه. وفي حديث ثاني بيقول ايه؟ لا تسبقوا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا لرجل كان يصوم صومه. كان يصوم خد بال حضرتك بيقول بيوم أو ايه؟ يومين. كان يصوم صومه يعني ايه؟ صايم رجب على طول او صايم شعبان كله ودخل في رمضان. يبقى هنا مباح ولا مش مباح؟ يبقى هنا مباح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم شعبان، لا حرج في ذلك. طيب. نعم اتفضلي حضرتك. ترفع الأعمال في شهر شعبان حسب سيدنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام لما قال أو رد على أسامة بن زيد. نعم. وأحب أن ترفع أعمالي وأنا صائم. نعم. في شهر شعبان. نعم. احنا عايزين نفهم من حضرتك كيف يكون رفع الأعمال في شهر شعبان؟ ليست الأعمال ترفع كل يوم؟ ده كل ثانية، كل لحظة، كل أقرب من ذلك. نعم. ولذلك قالوا إيه؟ طرفة العين. طرفة العين كده الرمشة اللي هي لا إرادية فينا كلنا. تمام يا فندم. ده ربنا جاعلها كده للعين حفاظا للعين. الطرفة دي بيقولوا لو 6 مرات ورا بعض تساوي ثانية. 6 بالسرعة، السرعة بتاعتها تساوي ثانية. نعم. ربنا بيقول وما أمرنا إلا واحدة. واحدة بإيه بقى؟ طرفة العين دي كلمح بالبصر أو هو أقرب. يعني سدس الثانية. يعني حاجة كده. أو هو إيه؟ أقرب. ولذلك يعني تسمحي لي حضرتك بيقول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن له كن فيكون. له ده تدل على الوجودية ولا على الغيبية؟ له. أنا بص حضرتك بقول إيه؟ أقول لك موجودة أنا. أيوة الله ينور عليك ويحفظك. موجودة. نعم. يبقى له ده إيه؟ موجود. نعم. أمال إيه؟ ده بيقول له اظهر. بيقول له إيه؟ اظهر. يعني الله كل الأشياء موجودة ولكن غير مرئية. الله يبدي يظهر ولا يبدئ. كانش الفكرة عندي وجات لا ما عندوش ده. الله علمه أزلي وسيبقى سرمدي ولكن يخرج ما شاء في وقت ما يشاء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له. طب ونستفيد بإيه كمان؟ أن الله يكلم كل مخلوق حاضر وغائب بلسان حاله. يقول له كن. كن أيها النهار، كن أيها الليل، كن أيها الشمس، كن أيها الخير، كن أيها الشر، كوني أيتها الحياة، كن أيها الممات، كن كذا. كن الشفاء من عند مين؟ من عند الله. بيبعتوا في شنطة كده هدايا. شفت ضحكت حضرتك ازاي؟ ولا كن. كن. ولذلك بيقولوا بالدعاء اللهم اشف الدواء مرضانا من ومرضى الطبيب المسلمين اجمعين. والشفاء من الرحمن الرحيم. يبقى الشفاء بيأتي بكلمة كن. والدواء سبب للجوء إلى الله. ولذلك يقول له عبدي مرضت فلم تعدني. يقول له وكيف تمرض وأعودك وأنت رب العالمين؟ يقول له مرض فلان ولم تعده. ألم تعلم أنك إذا عدته لو كنت عدته لوجدتني عنده. الله ألاقيه عنده إزاي؟ إحنا سمعنا مرة مريض عمال يشتم ولا حاجة ولا عمال يقول يا رب يا رب يا رب على أي ملة وعلى أي دين وعلى أي عقيدة. بيقول يا رب يا رب يا رب. ليه؟ هو ديش عرفه هو افرض مش مسلم ولا على دين تاني. وبلاش اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه، في البوذيه والبهائيه والقديانيه والكلام ده كله. طب ده لا ده ماليش دعوه خالص باي كتاب. اقول له اصل ما تنساش ان ربنا مسح على ظهر سيدنا ادم واخرج منه الذريه وبعدين اشهدهم الست بربكم قالوا بلى. معنى بلى اذا رسخت في النفوس أنه ليس لي رب إلا الله. طب دليلها سمعنا سابقا أو حاضرا ولا يكون يعني مستقبلا بإذن الله حد سمع يقول الله.
لا اله الا الله ولا اله شفت حضرتك قلت ازاي؟ ولذلك ربنا بيقول لسيدنا النبي في القرآن في سورة مريم ايه؟ هل تعلم له سميا؟ في حد انت سمعت الاسم ده من حد؟ وبعدين شوفي بقى، ملحد مؤمن عايش وخلاص، في بقى حاجة أكتر من كده؟ يقول لك أنا عايش، دي الطبيعة، زي الناس بتقول لك دي الطبيعة، مش كده؟ وما حياتنا إلا الحياة الدنيا، وخلاص هو معتقد في كده. لما يشوف لوحة جميلة كده، الله، يقول لك طب وهو اللي زي دوت في اوروبا ولا العجم زي ما بنقولها في الدين، يعني العجم بيقولوا الله، ما احنا بنسمع ماي جاد ومش عارف الكلام اللي احنا بنسمعه. طيب ان الله عليم في كل لحظه. نعم. يعني رفع الاعمال برضو انا نفسي افهمها اكتر. ايوه، في حاجه اسمها رفع الاعمال للعرض من قبل الملائكه. بمعنى ايه؟ للعلم ولا الرحمة؟ قال لا، ده في حاجة تالتة. الرحمة أكيد. لا ده بصي في حاجة تالتة. نعم. الملائكة ملهاش لا العلم ولا الرحمة، ملهاش دعوة بالاثنين دول. الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لا. ده لأداء ما أمروا بعمله. أن اكتبوا أعمال عبادي في صحائفهم. يا رب أدينا ما أمرتنا به في العام الماضي. أو يا رب لما بترفع الأعمال كل يوم خميس مثلا، ترفع الأعمال الاثنين والخميس الاثنين، تغيير الشفتات العصر والفجر. سيدنا النبي صلى الله عليه، احنا قلنا في كل لحظة. نعم. لكن احنا بنقول ايه اللي جه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما تصوم الاثنين والخميس يا رسول الله؟ او نراك تصوم الاثنين والخميس. اما يوم الاثنين فذلك يوم ولدت فيه ونزل علي فيه. طيب ويوم الخميس؟ ذاك يوم ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نفس هذا القول على شعبان. يرفع عملي إلى الله أو إلى ربي وأنا صائم. ماشي. المهم الهدف فيها إيه؟ رفع الأعمال. طب ما هي طول السنة حضرتك عرض الأعمال التي كلفت بها الملائكة يعرضونها على الله. وتتعجب الملائكة. ولماذا العرض أكثر في شهر شعبان زي ما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال؟ لا، تتعجب هنا الأول الملائكة، سواء في كل خميس، سواء في كل يوم، في كل ساعة، في أي حاجة. ماشي الحال كده؟ تتعجب من إيه؟ الملائكة تتعجب. الملائكة كاتبة محمد عنده شر كذا وعنده سيئات كذا وعنده إيه ده؟ ده الناحية الشمال مليانة أوي، الناحية اليمين فيها سطرين 3 كل الحكاية. أنا بعمل أمر مين؟ أمر الله. ده الملك. يا رب هذا أرفعه إليك. ومعنى أرفع أي الله يعلو على كل عال. هو هيقول يخفض، يعرض أمامه، يبقى واقف أمامه؟ لا، يرفع. معناها ارفع يدك إلى الله. أنا لما أرفع إيدي كده يعني دي وصلت لله؟ لا، ده نيتي اللي وصلت إلى الله. نعم. ولذلك بيقول إيه؟ كلا لا تطيعه واسجد واقترب. شوف العكس الاتجاه. اسجد، ده أنا نازل. قال لك هو ربنا فوق بس؟ ما احنا قلنا بقى محيط بالكل. نعم. يبقى بقترب من الله تقوى وخشوع ورضا. ادي معناها. نعم. يبقى بترفع معناها بتعرض. يا رب انا فعلت ما امرتني، هذه اعمال ايه ده الملك اللي انا بتكلم بقى ايه كأنه هو. ايه ده الشمال هي اللي كانت كتيره، ده اليمين هي اللي بقت كتيره. ربنا سبحانه وتعالى اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. ألم تعلم أني قلت أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى سابق العلم ولا في العلم في الوقت ده بقى؟ يبقى علم الله سبق الملك أصلا. نعم. الملك لا يدري. الملك لا يدري. طب في ملك تاني أمام الملائكة، هذا أعمال فلان الصفحة بيضة، ده أنا كاتبها. الأعمال بيضة ما فيهاش حاجة خالص، أنا كاتبها. هنا ستر الله على الخلق أجمعين يكون فين؟ في النصف من شعبان. نعم. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
شهر شعبان وفضائل شهر شعبان، وكيف نصل به بالإرادة والروح الإيمانية العالية إلى شهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. آمين يا رب، آمين يا رب. كل سنة وحضرتك وجميع المشاهدين والحضور بخير وصحة وعافية دائما. شكرا لحضرتك، شكرا لفضيلة الشيخ محمد توفيق، وشكرا لكم مشاهدين الكرام. طابت أوقاتكم دائما بذكر الله، والسلام عليكم ورحمة الله.